إذا مشاهدينا الكرام، في هذا الفيديو غادي نشوفوا مشاهد رائعة للحب المتبادل بين المنتخب المغربي وأعضاء المنتخب المغربي والجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما كنشاهدوا أعضاء المنتخب المغربي كيوقعوا على الكور وأيضا على أقمصة وكيعطيوها للمشجعين المغاربة اللي جاو باش يشوفوا التدريب ديال المنتخب المغربي، وذلك في مدرسة دي بينغري سكول اللي هي مقر ديال التدريب. جميع اللاعبين كيقوموا بالتوقيع كما كنشاهدوا الآن، وكيعطيو الأقمصة للمشجعين المغاربة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما كنعرفوا عندنا جالية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما مشاو وأيضا كيشجعوا ودائما متابعين المنتخب المغربي فين ما مشى وفين ما ارتحل. وها هما كما كنشاهدوا في هاد الصور كيتابعوا التدريب المنتخب المغربي ومسندينو وواقفين معاه، وهذا الشيء ماشي غريب على الجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية. وايضا اللاعبين المنتخب المغربي كيبادروهم نفس الاحساس ونفس المشاعر، وكيحيوا هاد الجماهير اللي كتجي وتساند المنتخب المغربي. كما كنشاهدوا هنا المدرب محمد وهبي اللي كيحيي الجماهير المغربيه اللي كتقوم بمساندة اسود الاطلس في هاد كأس العالم. وايضا هنا جميع اللاعبين كيحيوا هاد الجماهير المغربيه الوفيه للمنتخب المغربي اللي دائما كتشجع وكتساند المنتخب المغربي اينما رحل واينما ارتحل. مشاهد رائعه كتبين لنا الحب ما بين المنتخب المغربي وايضا الجاليه المغربيه في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا كما كنشاهدوا هاد الصور الرائعة ديال اللاعبين المنتخب المغربي كيبادروهم نفس الحب على أنهم جاو وكيساندوا المغرب والمنتخب في التدريب ديالو. وهذه صور رائعة ديال الجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية اللي مشات المقر التدريب في مدرسة دي بينغري سكول وكتساند المنتخب المغربي بقوة منذ البداية، منذ بداية التدريب. مشاهدينا الكرام كما كنشاهدوا الآن في الصور، كنشاهدوا في الخلفية الفوق جماهير ومشجعين المغاربة والجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية كتساند المنتخب المغربي. وهذا أهم شيء، على أن اللاعبين شافوا هاد المناظر وأنهم الجالية المغربية جات ومشجعين المغاربة منذ البداية واقفين معهم وكيشجعوهم. وهذا غادي يكون له واحد الحافز كبير لأعضاء المنتخب المغربي باش يمشيو إلى أبعد مدى في نهائيات كأس العالم. كما كنعرفوا راه أهم شيء في المباراة كرة القدم هو تشجيع الجمهور. الجمهور هو اللاعب رقم واحد في المباراة. كيقولوا على أن الجماهير هي لاعب رقم 12، ولكن أنا كنقول هي اللاعب رقم واحد، لأنه ملي كتكون ديك الأهازيج وديك الصيحات الجماهير وكتشجع من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، اللاعبين كيقدموا الطاقة ديالهم كلها. وهذا الشيء اللي غادي يكون ان شاء الله. احنا عندنا جاليه كبيره في الولايات المتحده الامريكيه في جميع المدن، نيويورك اللي غادي تكون فيها المباراه الاولى ضد منتخب البرازيل يوم 13 يونيو السبت. غادي يكون عندنا جاليه كبيره في مدينه نيويورك غادي يمشيو ويحضروا المباراه الاولى اللي غادي تكون ضد منتخب البرازيل. وايضا المباراة الثانية غادي تكون يوم الجمعة 19 يونيو ضد اسكتلندا في ملعب جيليد في بوسطن.
وايضا عندنا الحمد لله جاليه مغربيه كبيره في بوسطن، وغادي يمشيو ويشجعوا المنتخب المغربي بقوه. والمباراة الثالثة غادي تكون يوم الأربعاء 24 يونيو الساعة 11 ليلا ضد منتخب هايتي في ملعب مرسيدس بينز في أتلانتا جورجيا. وهذا الملعب هو واحد من أفضل وأجمل الملاعب في العالم. إذا الحمد لله عندنا جالية مغربية كتساند المنتخب المغربي من أول دقائق الوجود ديالو في الولايات المتحدة الأمريكية، من بداية التدريب وهما معاه، وغادي يبقاو معاه الى اخر المشوار ان شاء الله. وكنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي في هذه نهائيات كاس العالم اللي غادي تبدا يوم الخميس 11 يونيو بالمباراه الافتتاحيه اللي غادي تكون ما بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب افريقيا. والمكان ديال هذه المباراه غادي يكون في مكسيكو سيتي في ملعب ازتيكا. هذا الحفل الاول اللي غادي يكون في المكسيك. من ابرز النجوم اللي غادي يكونوا في هذا الحفل الاول ديال المقابله الافتتاحيه اللي غادي تكون ما بين المكسيك وجنوب افريقيا، غادي تكون النجمه الكولومبيه شاكيرا، وايضا عده نجوم كنيجيري بورنابوي والجنوب افريقيا تايلا. غادي يقوموا باحياء الحفل الاول ديال افتتاح نهائيات كاس العالم في المكسيك. وايضا الحفل الثاني غادي يكون يوم الجمعه 12 يونيو في كندا. غادي يكونوا هناك 3 الاحتفالات في هذا الافتتاح ديال نهائيات كاس العالم، الاول في المكسيك والثاني في كندا والثالث في الولايات المتحده الامريكيه. الثاني غادي يكون في كندا كما قلت لكم 12 يونيو في المواجهه اللي غادي تكون ما بين كندا ضد البوسنه والهرسك، وغادي يكونوا ايضا فنانين ومغنيين عالميين. والحفل الثالث غادي يكون ايضا يوم الجمعه 12 يونيو في الولايات المتحده الامريكيه، اللي غادي تكون مباراه ما بين امريكا ضد الباراغواي، وغادي يكونوا نجوم عالميين كالنجمه العالميه كيتي بيري ومغني الراب فيوتشر. اذا هذه هي الاجواء ديال كاس العالم. غادي يكونوا 3 الاحتفالات في 3 ديال الدول. كما كنعرفوا هذا كاس العالم غادي تكون في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، وبالتالي 3 الدول غادي يديروا حفل الافتتاح. وان شاء الله كنتمناو التوفيق لجميع المنتخبات، ولكن الاهم اللي عندنا حنا هو المنتخب المغربي اللي غادي تكون عنده مقابله صعبه جدا يوم السبت 13 يونيو ضد منتخب البرازيل. ولكن ما يخلعوناش حنا ايضا عندنا منتخب كبير، وحنا يعني السنوات الفائته جبنا عده القاب كما كنشاهدوا هذه الصوره مشاهدينا الكرام. يعني السنوات الاخيره المغرب تالق كثيرا في منافسات كره القدم، حيث بدينا في 2018 بطل افريقيا المحليين، 2020 بطل افريقيا المحليين ايضا، في 2022 جينا المركز الرابع في كاس العالم. اذا هاد النسخه ديال 2026 حنا غادي ندخلوا ليله ونحن رابع العالم. وايضا في سنه 2023 جينا بطل افريقيا لتحت 23 عام، وخدينا برونزيه في اولمبياد سنه 2024، وايضا بطل افريقيا تحت 17 عام سنه 2025، بطل افريقيا للمحليين سنه 2025، بطل كأس العالم للشباب سنة 2025. وبالضبط يعني المدرب محمد وهبي اللي كيدرب الآن المنتخب الكبير هو اللي كان خدا هاد البطولة، خدا كأس العالم للشباب سنة 2025 واللي كانت في تشيلي السنة الفائتة. وفي المباراة الأخيرة تغلبنا على منتخب الأرجنتين. باش تعرفوا ان المدرب محمد وهبي خذ لقب كبير جدا مع المنتخب المغربي. وايضا السنه الفائته خدينا بطل كاس العرب، وايضا خدينا بطل كاس افريقيا لسنه 2025. اذا عده القاب خديناها. يعني المنتخب المغربي راه منتخب كبير جدا ويحسب له الف حساب. ولهذا دابا جميع القنوات العالميه
كتكلم على المباراة اللي غادي تكون ما بين المغرب والبرازيل، وعلى انها غادي تكون واحدة من افضل المباريات في دور المجموعات في كأس العالم. اذا كنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، وانه يمشي لابعد مدى. وايضا كما شاهدنا في هذا الفيديو، هذا الحب الكبير اللي كيجمع ما بين اللاعبين المنتخب المغربي وايضا الجاليه المغربيه في الولايات المتحده الامريكيه، اللي كما شاهدنا اللاعبين مشاو عندهم وعطاوهم الكرات وعطاوهم ايضا الاقمصه المنتخب المغربي. اذا شكرا مشاهدينا الكرام على مشاهده الفيديو، ولا تبخلوا على مزر اللايك والاشتراك في القناه. اراءكم تهمنا دائما. الى اللقاء في فيديو اخر، تحياتي.